معطلين التصوير ومش عارف يبتدي علشان يلحق ينافس بيه في السينما، ندمان على اختيارهم وبيفكر يغير الكاست كله من تاني ويبدأ على نظيف. أزمة في كواليس تصوير فيلم تامر حسني الجديد ريستارت. ايه السر الغريب اللي حصل بين تامر حسني ونجوم الفيلم في مكالمة تليفون؟ ازاي تامر حسني طلع فضحهم كده؟ ازاي هنا الزاهد وباسم سمرة السبب في العطلة دي؟ يلا بينا في الفيديو ده هقول لكم تفاصيل الحكاية. كل كام يوم الفنان تامر حسني يعلن عن انضمام فنان جديد لفيلمه الجديد ريستارت، زي باسم سمرة وهنا الزاهد وغيرهم، ومن الشباب كمان في ميكا اللي هو الفنان السيد أسامة، وكمان توانا الجوهري. الساعات اللي فاتت بقى تامر حسني أعلن إن عصام السقا انضم للفيلم. الانضمام ده كان معاه ترحيب كبير من النجوم من فريق عمل الفيلم وغيرهم، وألف تعليقه على الصور. فريق الفيلم كل يوم بيكتمل. نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي، نورتوا الفيلم يا أحلى فريق بقيادة المخرجة سارة وفيق. وبالمناسبة دي هقول لكم خبر حصري، اول يوم تصوير للفيلم بكره ان شاء الله، دعواتكم. كلام تامر حسني ما وقفش لحد هنا، ده كمان فضح حكايه هنا الزاهد اللي اشتغلت معاهم قبل كده انها مش بتصحى بدري، وواضح ان في معاناه سابقه ليه مع الموضوع ده، وكمان محمد ثروت، وده اللي كان واضح في كلامه. نداء عاجل للفنانه هنا الزاهد والفنان باسم سمره والفنان محمد ثروت، ناموا بدري علشان التصوير بدري قوي، وانا مستنيكوا هناك من دلوقتي، يا رب يا مسهل. كلام الجمهور في الحكايه دي ان في تعطيل للتصوير، وان هنا الزاهد وباسم سمره مأخرين انطلاقة الفيلم، وكده تامر حسني مش هيلحق ينافس بالفيلم ده قريب، وكده هو مش هيكون متاح غير مع أول السنة الجديدة. لكن كل ده من تامر حسني كان على سبيل الهزار، وكلنا عارفين نجم الجيل وحركاته. الفنانة بسمة بوسيل طليقة تامر حسني طرحت أول أغانيها الساعات اللي فاتت واسمها البدايات، ودي من إنتاج تامر حسني وكلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى. وعلشان ما تفوتش اللقطة منه كتب لها تهنئة على حسابه وقال الدنيا كلها ما تغلاش عليك يا بسوم، ألف مليون مبروك، وغنيتيها غنى عظيم جدا. ايوه انا المدرب والمنتج، بس احساسك هو الموضوع كله. كل سنه وانت طيبه، ويا رب من اليوم ده كل ايامك في نجاح وفرح وانتصارات. شكرا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر، والملحن الكبير محمد يحيى، والموزع الكبير فهد، ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف. مبروك يا بسوم. ورغم انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل بشكل رسمي في شهر إبريل سنة 2023، بس تامر على طول جنبها، وكل المناسبات الاجتماعية بتجمعهم سوا، ومعاهم ولادهم تاليا وأمايا وآدم، وبينشر صور وفيديوهات ليهم من المناسبات دي. وتامر حسني قال بعد الانفصال إن النهايات أخلاق، وإنه هيفضل يقدم الدعم والسند لبسمة رغم الانفصال. مين بقى مستني فيلم تامر حسني الجديد ريستارت علشان يتفرج عليه في السينما؟ وايه توقعاتكم للفيلم؟